النهارده هنعمل مع بعض كنافة بالمانجا. كل رمضان بيطلع اختراعات جديدة في الكنافة، بس بتفضل الكنافة بالمانجا من أحلى الاختراعات اللي اتعملت في رمضان. هنعملها النهارده بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير أي افتكاسات. يلا اعملوا اشتراك في القناة ويلا بينا نبتدي وأقول لكم بتتعمل ازاي. أول حاجة هنبدأ بيها هنعمل الشربات. كوبايتين سكر عليهم كوباية مية، حط عليهم عصرة ليمونة صغيرة وبسيبهم لما يغلوا. بسيبهم على النار يغلوا خالص ومش باجي جنبهم لحد ما الريمة بتاعتهم تروح، وبعد كده اتابع الشكل بتاعه. لما نقط الشربات تتخن كده يبقى كده هو جاهز. هفضيها في بولة نضيفة وهسيبها لحد لما تبرد خالص. هجيب نص كيلو كنافة، بحطها في الفريزر واجمدها كويس جدا، وابدا ان انا افرفتها بايدي كده. ودي احسن طريقة واسهل طريقة بصراحة بتنفع معايا عشان افرفت الكنافة لفرافيت صغنطوطة خالص كده زي كده. في طريقة تانية ان انتوا تستخدموا السكينة زي ما تحبوا برضو براحتكم. انا بس بفضل ان انا اعملها بايدي، بتبقى اسرع واسهل وبتنجز معايا خالص لحد لما توصل لكل الكمية تبقى متفرفتة صغير جدا كده. هحط عليها كوباية سمنة متسيحة، وهبدأ بقى ان انا افرك السمنة مع الكنافة كويس جدا علشان كل كمية الكنافة تتشرب السمنة كويس خالص. كده خلصنا كل الكمية والكنافة كلها اتشربت. في طريقتين بقى لتسوية الكنافة دي، طريقة في الصينية في الفرن وطريقة على الطاسة على النار. انا هعمل معاكم الطريقتين وانتوا اختاروا الطريقة اللي تريحكم. قسمت المقدار على اتنين، واحد حطيته في صينية مفرودة والتانية حطيتها في طاسة. بفرد بس الجزء اللي هحطه في الصينية، افرده جدا علشان ده هيدخل الفرن. بيدخل الفرن على درجة حرارة 180، بيتساب حوالي من تلت ساعة لنص ساعة على حسب درجة الحرارة عندك في الفرن. هدخل ده الفرن وهبدأ اسوي الكمية اللي في الطاسة الاول. انا بصراحه بفضل الطريقه اللي هي بتاعه الطاسه علشان بالنسبه لي بتبقى عيني عليها على طول، انا شايفاها شايفه لونها فاقدر اتابعها على طول. بس هي مشكلتها انك لازم تبقى واقفين ايديكوا فيها على طول وعلى طول بتقلبوها، ما تنفعش تسيبوها خالص. فلو هتستخدموا الطريقه دي لازم تكونوا واقفين في المطبخ بتطبخوا بتعملوا اي حاجه تانية جنبها، علشان كل حبه لازم تقلبوها كده علشان تاخد اللون المطلوب منكم، عشان ما ينفعش تسيب على وش واحد من غير تقليب هتتلسع. تفضلوا تقلبوها كده لحد لما لونها يبدأ واحدة واحدة هتلاقوه يغمق. كل ما تلاقوه غمق كده ادوا له تقليبه لحد ما يوصل اللون الجميل ده. انا ما بحطش سكر بودره في الكنافه، بس هي بتاخد لون من غير سكر بودره وبتبقى جميله. الجزء بقى اللي دخلناه الفرن بصوا ده كده شكله بعد 10 دقايق بالظبط. طلعته علشان اديله تقليبه. لو هتختاروا الطريقه دي يبقى تطلعوها كل 10 دقايق كده، تاخد تقليبه علشان ما تتحرقش منكم من اتجاه واحد والاتجاه التاني يبقى ني. بصوا كده بعد ما طلعت لونها بقى جميل ازاي. هي كده اخدت حوالي نص ساعة ل5 دقايق لحد ما وصلت للون ده حسب ده الفرن اللي عندي. هسيبها توصل لدرجة حرارة الغرفة عشان ابدأ ان انا احط عليها الشربات بتاعي. في ناس ما تحبش تحط شربات بس انا بحب احطه علشان بيديها طعم حلو كده وقوام متماسك مع بعضها، ما تبقاش كأنها حاجة ناشفة كده ومفرفتة وسط الكاسات بتاعة الكنافة. مش بتكلكع كمان، بس هي بتحتاج ان انتوا تقلبوها شوية علشان ما تكلكعش. وفي الوصفة دي عشان ما تكلكعش منكم بتحطوا الشربات بارد، والكنافة كمان بتكون باردة. لو مش هتستخدموا الكمية كلها تقدروا تحطوها في علبة وتشيلوها في التلاجة، بس قبل ما تحطوا الشربات، ولو في شربات زيادة حطوه في التلاجة برضه. هبدأ بقى أصب الشربات على الكنافة بتاعتي. أنا نص كيلو الكنافة ده استخدمت عليه نص كمية الشربات اللي أنا عملتها. وانا بقلب بقى الشربات في الكنافه بحاول ان انا اشرب كل الكنافه في الشربات زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، وبقلبها كويس جدا لحد لما ما يبقاش فيه اي حتت متكتله او مكلكعه معايا. يعني بتاخد دقيقتين بالظبط وهتلاقيها كلها بقت متجانسه وما فيهاش اي كلاكيع او اي حاجه، بس هتبقى قوام متماسك كده معاكم، وهو ده انسب حاجه وفعلا بيبقى طعمها جميل. بعد كده هجيب منجايتين، انا بحب اجيب واحده ناشفه شويه علشان احطها فوق الوش، وبحب اجيب واحده تكون طريه حبه علشان اعمل بيها بيوريه. هقطعهم ادي كده المانجا المقطعه وادي الطريه. هحط بقى على الطريه معلقه سكر وهسيبها شويه كده لحد ما اعمل الكريمه. الكريمه بحط كوبايه كريم شانتيه، نص كوبايه سكر، وكوبايه سوائل، سواء بقى لبن كله، سواء ميكس ميه بلبن، سواء ممكن تحطوا بيوريه المانجا اللي انتوا عايزينه ممكن تحطوه. ده المقدار المظبوط بتاع الكريمه، هتطلع معاكم مقدار مظبوط بالظبط. في الوصفه دي انا عايزاها تبقى اخف شويه عشان تبقى هشه كده وسط الكنافه، فهزود لها معلقتين كبار ميه اللي هما تقريبا ربع كوبايه. لما بقى بنيجي نستخدمها لتغليف الكيكه بالعكس بنعكس ونزود معلقتين كبار كريم شانتيه عشان تجمد وتمسك معانا. هاجي بقى للمانجايه الطريه اللي كنت سايباها بسكر، هبدا ان انا اهرسها كده بشوكه
أنا كمّلت عليها بهرسة البطاطس عشان كان فيها حتت ناشفة شوية، بس أنا مش عايزاه أعصرها في الخلاط عشان مش عايزاها تبقى مَيّة خالص، أنا عايزاها يبقى قوامها كريمي كده شوية ومتماسك ويكون فيها قطع صغيرة علشان تبان وسط الكنافة إن في مانجا جوّه مش مجرد عصير. هابدأ بقى أعمل الكاسات بتاعتي، هاحط طبقة من الكريمة رفيّعة خالص في القاعدة، الطبقة دي بتخلّي الكنافة اللي فوقيها طرية عشان ما تبقاش الكنافة ناشفة. هاحط طبقة كنافة الأول، وبعد كده هابدأ إن أنا أضغط عليها وأسويها كويس جدًا، ده كده شكل أول طبقتين، بعد كده هنحط طبقة من بيوريه المانجا هتاخد حوالي معلقتين كده، هاحط الطبقة اللي بعد كده طبقة كريمة، طبقة الكريمة دي المفروض تبقى تخينة ومحترمة كده، وأراعي إن هي تبقى لامسة الحواف بتاعة الكاس عشان تبقى باينة كويس أوي من جنب الكاس. هاحط طبقة كنافة تانية، هاخد بالي كويس جدًا أساويها بس ما اضغطش عشان ما افعصش الطبقات اللي أنا حطيتها تحتها. أنا باحب أحط في آخر طبقة طبقة بيوريه مانجا، وبعد كده باحط عليها القطع المانجا اللي قطعناها، وتبقى كده خلاص، وفعلًا بيبقى طعمها تحفة، بُصّوا طبقات المانجا جميلة إزاي وشكلها رائع، وأول ما بتحطوا المعلقة كده بتحسوا كأنها هشة كده وكأن خدتكم في حتة تانية. كمان آخر طبقة دي تقدروا تفننوا فيها زي ما انتوا عايزين، تقدروا تحطوا طبقة كريمة الأول بعد كده تحطوا المانجا، تقدروا تعملوا المانجا عادي وتحطوا على الطرف وردات كده بالكريم شانتيه زي ما انتوا عايزين. طلعوا بقى كل الفن والإبداع في الطبقة الأخرانية دي. جربوا بقى الطريقة دي وقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة، ولو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل الوصفات، وبالهنا والشفا. باي باي.